أيها المصري القديم، من حقك أن تفتخر، أنت ابن حضارة عظيمة وسلالة عظيمة. كتير من مفردات حضرتك اليومية اللي بتستخدمها هي بالأساس لغة هيروغليفية سليمة وصحيحة. ضيفتي العزيزة لديها الكثير من المفردات التي نستخدمها على لساننا يوميا وهي بالأساس هيروغليفية. أنا حاولت أجمع كده بعض حاجات، يا رب ما غلطش، بس ماما على سبيل المثال اللي بنقولها للأطفال الصغيرين تشجيعا على الطعام، نطقها مام بمعنى يأكل. مبو هي كمان اللي بمعنى يشرب، يعني بنقولها للأطفال برضو، هي كمان لها نفس الأصل ونفس الحروف مع تغييرات بسيطة. حاتي المطلقة على الكبابجي هي تأتي من حات، وحات في اللغة الهيروغليفية القديمة بمعنى لحم. أنا مش هطول أكتر من كده بقى، لأنه أستاذة إيناس الشافعي الباحثة الأثرية عندها حديث طويل قوي لحضراتكم عن المفردات اليومية اللي ما زلنا نستخدمها حتى الآن نقلا نصا أو بتحريف بسيط عن الهيروغليفية. صباح الخير. صباح الخير. أنا غلطت ولا مشي الحال معايا؟ لا تمام، ماشي تمام مظبوط. الحمد لله. طبعا في البداية بنقول في حقائق كتيرة قوي في التاريخ للأسف احنا استسلمنا للمؤرخين والأجانب اللي فسروا لنا حاجات كتيرة عن لغتنا وعن حضارتنا. منها ان هي حجر رشيد مثلا اكتشافه، ودايما شامبليون بلاقيه متصدر القائمة دي، برغم ان أحدث النظريات بتقول ان شامبليون نفسه اتعلم اللغة القبطية واللغات القديمة على ايد أحد الرهبان المصريين الأقباط اللي كان موجود في فرنسا، وكان مصاحب، يعني هو كان راجل عجوز في السن ده، كان مصاحب للحملة الفرنسية أما كان شاب في كتاب وصف مصر. فأخذوه معاهم جزاء له على إن هو قدم لهم مجهودات كبيرة جدا، وأخذوه معاهم في باريس، وفضل يتعلم على إيديه شامبليون الحاجات الخاصة باللغة القبطية. زائد إن هو اسمه يوحنا الشفتشي، يعني هذا الجندي المجهول هو الراهب المصري اسمه يوحنا الشفتشي. اسم مصري اصيل، ما قلناش فيه. جه بعد كده واحد اسمه دكتور توماس يانج من انجلترا، كان قبل شامبليون ما يبدا يفك حجر رشيد بحوالي 5 سنين قدر يتوصل، وكان بيعرف 14 لغه، وكان دكتور عيون. وده هنا بستغرب ليه الدكاتره بتوع اوروبا اغلبهم كانوا بيهتموا بتعلم اللغه القديمه، اللغات القديمه، وبالذات اللغه المصريه. ليه؟ لان البرديات من الناحيه الاثريه هي اكثر قيمه من التماثيل العاديه بدون حروف او اي شيء. فنجد توماس يانج توصل الى 7 حروف من حروف الهيروغليفيه، وكان بيراسل ساعتها المركز الفرنسي اللي هو كان في باريس، اللي كان بيشتغل فيه شامبليون على اساس ان يبقى فيه تعاون كعلماء ما بينهم، لان هو الراجل كان عايز المصلحه الاساسيه في فك رموز اللغه الهيروغليفيه، لان هي هتفتح لاوروبا طاقه كبيره جدا من النهضه العلميه. مظبوط. وده اللي حصل. ان انا بشبه حجر رشيد ان هو زي الباسورد اللي دخل وفتح الكمبيوتر الخاص بالحضاره المصريه، وبدا كله بعد كده في العلم، الصيدله، الطب، الفلك، العلوم، كل شيء. نعم. قبل القرن 19 لو تلاحظي كانت اجتهادات، وكانوا معتمدين على الحضاره اليونانيه، والحضاره اليونانيه مهما كانت هي حفيده للحضاره المصريه، لم تكن يعني بنفس الدرجه العلميه اللي عندنا احنا في العلوم السريه الخاصه بالكهنه المصريين. والكهنه عندنا مش معناها ان هو كهنوت اللي هو يعني متدين، يعني. لا هو الكاهن كان رجل يجمع بين العلم اولا اللي يقودك الى الايمان، فبتقدري عن طريق العلم والتفكير انك توصلي الايمان الحقيقي للمصريين او الشعب. كويس. ما كانش واسطه ما بينه وبين ربنا، لان هم كانوا عارفين كويس قوي التدين. فبنرجع الى ان شامبليون بعد كده اضاف 13 حرف ل7 بتوع توماس يانج، وكان في واحد في السويد مش متذكره بردك اسمه، لكن كان طبيب بردك مختص بعلوم الطب، تكاتفوا كلهم وعملوا هذا العمل الرائع. لكن الاصل مين اللي علم القبطيه؟ هو يوحنا المصري، يوحنا القبطي، اللي الكثير من الوثائق ما بتذكروش. بعد كده في سليم حسن، دكتور سليم حسن في القرن العشرين اكتشف حجر جميل زي حجر رشيد اسمه حجر كانوب. اللي فادنا حجر كانوب ان هو قال لنا ان كل حجر من دول زي حجر رشيد 5 نسخ. يعني ايه؟ يعني حجر رشيد فيه نسخ
ولم تكتشف حتى الان. ليه؟ لان دول كان اسمهم مرسوم ملكي في عصر البطالمه. المرسوم الملكي ده لازم يرسل الى الخمس مدن الرئيسيه اللي هي زي مثلا احنا دلوقتي عندنا اسكندريه والقاهره واسيوط واسوان، العواصم يعني، اللي هي الحاجات المركزيه. فكان لازم يكتب بخمس نسخ. عثر حتى الان على 4، منهم 3 جمال جدا من اللون الوردي والحجر الجيري موجود في المتحف المصري. يا ريت المصريين يروحوا يتفرجوا عليه. زائد طبعا الكوبي اللي هي الخاصه بحجر رشيد اللي موجوده نسبه الى حصن رشيد كان في دمياط. نعم. اللي انا بقوله ان كانت في الوقت ده موجوده مع الدكتور سليم حسن عالمه اسمها دورسي من انجلترا. الست دي كانت من الحكايات والروايات عليها ان هي كانت بتقرا الهيروغليفي زي ما بتقرا اللغه الانجليزيه عندها. معقوله درجه الاجاده للدرجه دي؟ بالظبط، لانها اتعلمت في المتحف البريطاني، وجت كانت بتفيد جدا الدكتور سليم حسن في ترجمه هذه النصوص. عظيم. يعني اثار بدون لغه ما كانش ولا حاجه، ليس لها قيمه. ولغه من غير شعب يحافظ على هذه اللغه هتضيع بردك. فدي المقدمه البسيطه الخاصه بالنسبه لشرح حجر رشيد وحجر كانو. احنا حافظنا على اللغه دي ولا لا؟ انت فضل عندك لحد دلوقتي خيط رفيع جدا، ويرجع له الفضل لاقباط مصر في حفاظهم على اللغه الهيروغليفيه. خدي بالك مفيش حاجه اسمها لغه قبطيه. هي اسمها كتابه قبطيه. لان اللغه المصريه القديمه او اللغه الهيروغليفيه مرت بكذا كتابه اسمها الكتابه المقدسه على المعابد، لان كان لازم تحفظ على المعابد بالنصوص الدينيه والحاجات الاساسيه اللي كان مراسيم الملك بيتكلم عنها. الكتابه الهيراتيقيه اللي هي الخاصه بالكهنه ومعاملاتهم في الاداره. كويس. والكتابه الديموتيقيه، وكانت دي لطيفه جدا. الديموتيقيه هي معاملات الشعب. ولما بنلاقي مثلا في الشقافات وفي الحاجات دي بنلاقي ان الستات بتقول للراجل هات وزه معاك وانت جاي، وهات مش عارف ايه. هي بالظبط وعماله بتكتب له هي كلمتين. مثلا دلوقتي اللي احنا بنشوفه على الشاشه دلوقتي مثلا من بعض المفردات اللي هي بتنطق اكاديميا نتيجه لنطق هذا العلماء الاجانب بنفس الستايل بتاعهم. فدايما حتى انا بقول جاردنر كان محتاج ان هو واحد صعيدي يبقى قاعد جنبه يقول له النطق ده ايه بالظبط. يعني ده مثلا العلامه اسمها نطر او نذر، ده الاكاديميين كلها بيقولوها كده. ايه المقصود بيها يا فندم؟ المقصود بيها هو الله او لفظ الجلاله. لفظ الجلاله، وبالذات لفظ الجلاله. ليه؟ لان لو تلاحظي ان هي لما تتنطق بالتشكيل، لان الهيروغليفيه كانت عندنا فيها مشكله ان هي غير مشكله. مفيش ضمه فتحه كسره، مفيش عندك الحروف اللي هي المد والمد الحركات واللي هي الحروف الحركيه. فاحنا مثلا هنا لما بنقول زي الاجنبي لسانه اعجمي معلش، لكن انت لسانك اللغه الاصليه. هنا النذير دي معناها النذير، وكانت بتوضع يا اما امام صفات، ولا زلت اصر ان هي صفات للاله الواحد اللي هم فسروها بردك الاجانب نتيجه ان هم العقائد تعدد الالهه عندهم هم عند اليونانيين غلط. فكان بيحطها اسمها النذير ذو الصفه مثلا الرحيم او جلاله الرحيم، جلاله القوي، جلاله القدوس. وكان نفس اللقب ده او العلامه دي تتحط لما انت مثلا بتقولي دلوقتي جلاله الملك، جلاله الملكه، صح؟ سياده فلان الفلاني. فكانت بتتحط كنوع من التشريف للبشر، ولكن كانت بتيجي يا مقدمه فبتدل على قدسيه معينه او مكانه معينه، يا مؤخره تدل على انه ده واحد ايه عادي يعني. فده لفظ من او كلمه من الكلمات الهيروغليفيه اللي هي بنعرفها. الكلمه الثانيه اللي احنا شايفينها هنا بنلاقي ودن وبومه. دي الكلمه دي مشهوره جدا. احنا بنتكلم انسجمت من الاغنيه دي، يعني سمع. سجم بالهيروغليفي او سجم يعني يسمع او ينصت، وعامل لك ودن كبيره قد كده اهو. انت ده الاغنيه دي انا انسجمت قوي فيها. طيب ما تيجي نقولها كده سجم، ليه نقولها سجم زي ما الاعجمي بيقولها اللي هو الغربي؟ يبقى احنا محتاجين نشكل الكلمات وننطقها صح. في الكلمه بردك اللي بعدها
مش ايوه، دي من الكلمات المهمه جدا والمصريين عايزاهم يعرفوها كويس قوي. ده مفتاح الحياه يا فندم. ده مفتاح الحياه، هم بيقولوا عليه مفتاح الحياه. وجاردنر قال عنه عنخ، يعني الحياه، رمز الحياه. وكتير منهم ده اسمه عنخ. وكتير منهم قال لك ان اصل العلامه دي هي رباط الصندل. طيب لما احنا قرينا بقى النصوص الدينيه، احنا كباحثين اثريين عرفنا ان الرمز ده بيرمز لايزيس. طب ايه اللي جاب ايزيس لرباط الصندل؟ يعني علاقه بعيده جدا. وخصوصا ان ايزيس هي المراه التي حملت بحورس في الاسطوره اللي انقذ البلاد من شر ست وطغيانه اللي كان موجود ضد اخوه اوزير. وهي على فكره ايسا او آست، اسمها آست، لما تقولي الست آست كتير، فايسا اسمها آست من اللي شافته من زمان بالظبط، لان دموع ايزيس دي كانت عامله لنا كمان فيضان النيل يعني في الاسطوره الخالده. يبقى ده الرحم بتاع المراه، ده صوره لرحم المراه، والمفروض ان الباحثين يبداوا بقى ينطقوه صح، لان هو عنخ في اللغات اللي هو اليونانيه، لان هو قارن باللغه اللاتينيه. ممكن قوي الخاء دي تنطق عندك انت قاف، يبقى عنق، يبقى احنا بنتكلم على عنق. يبقى الرحم ده هو كان بيتكلم عن عنق الرحم اللي نزل منه الحياه، اللي هي ممثله في مين؟ تشبيه حضرتك او الصاق هذه الصوره الخاصه بمفتاح الحياه بانها ايزيس او عنق الرحم، اجتهاد شخصي من حضرتك ولا اجتهاد بحثتي علميا في لا اجتهاد، وكان في بعض الاراء للباحثين واجانب كانوا بيأيدوا الفكره دي، لان هم استهجنوا جدا ان هي ايزيس يكون رمزها عباره عن رباط الصندل. وبالذات كمان لما نلاقي العلامه اللي جنبها اللي موجوده على الشاشه الساده المشاهدين، ده العمود الفقري. يعني ده رمز اوزير، اوزير اللي هو الجد، مكتوب عليه جد، اللي هو احنا بنقول ده جده او الجدود. يعني انت رمزت للرجل بصح، لانك انت كنت بارع طبعا في الطب وعلميا ان هو بياتي النسل من ظهر الرجل. وتيجي عند ايزيس او آست وتقول عنها ان هو رباط، لا، يبقى احنا هنا بنصحح بقى مفاهيم الاجانب ممكن نغلطوا عن غير قصد او قصد، انا مش هتدخل فيها، لكن احنا بقى دورنا احنا كباحث مصري، وانك انت اصلا الاصول بتاعتك من هذا، يعني دول جدودك، تدافع عن هذه الحضاره، ونبدا ننطق بلساننا احنا. بنلاقي بعد كده في الصوره الجايه بعد اذنكم، هنا بنلاقي كلمه التراكوة بيقول لك بيك وباشا. لا ده مش كلام تركي خالص، ده كلام مصري قديم. والاتراك دي ايه اللغه بتاعتهم؟ احنا اللغه الام الاساس. دي كلمه بيك معناها الصقر، وكانت رتبه خاصه جدا بالاماكن الوظيفيه، يعني مثلا سياده الوزير او نائب الوزير او كده. فالبيك ده كان رتب من الرتب الوظائفيه وبتعني الصقر، وكان مرسوم صقر جنبها. والرسومات كمان المصري كان بارع جدا ان هو بيخلي رسمه صغيره كده، لو انت حتى مش فاهمه قوي في الحروف بيديكي رسمه بتدل على المعنى، اسمها المخصص اللفظي. يعني احنا في اللغه بنسميها مخصص لفظي. بعد كده الكلمه اللي تحتها مثلا اسمها بويا. البويا انت ما بيجي الراجل بيوضب البيت بالظبط، بيقول لك اديني شويه بويا، هو او بياض. الاثنين لفظين مصريين، معناها الدهان ذو اللون الفاتح، او اللون اللي هو بتقول لك انا ببيض. يعني بدهن، ماليش دعوه دلوقتي احنا عندنا الوان كتير، لكن هو كان زمان بس بويا دي بويا بالظبط هيروغليفي. في بعد كده كلام تاني، الصوره اللي بعدها امين، اللي دايما بتتنطق زي الاجانب امن. طب هم فعلا هم بيقولوا امن فعلا في صلاتهم، بس انا كمصريه اقول امين، لان اللفظ ده هو امين. وكان يحط لك المخصص الجميل ده اللي هو راجل وله دقن معكوفه، معناها ان هو درجه عاليه جدا عن البشر. يبقى امين هو صفه من صفات الامان. ومن هو الامان؟ هو الله، ربنا سبحانه وتعالى، هو الله. ما كانش اله تاني. في بعدها في صوره تانيه اللي هي دي رع. كل الافلام الاجنبيه رع. طب خلاص هم ماشي، هم ما عندهمش يا جماعه فتحه ولا ضمه، هو الراعي. كلكم راع وكل مسؤول. هو عين الحق التي ترى العالم وترعاها، وحاطط عين وحاطط قرص الشمس، وبردك الراجل اللي هو دقنه معكوفه، لانها صفه مقدسه للاله الواحد، وليس ان هم عبدوا رع
او الكلام ده، هي صفات كلها. في حاجه تانية كانت موجوده في كانت ايوه انت هنا بقى طول النهار ولادك مقق عينك وذاكر. مقا اللي هي نطقوها بمقا، هي مقق. شفتي بقى الفرق ما بين اللفظ؟ لما انت تيجي تدرسي الاولاد تقولي مقا، ايه الفعل مقا ده؟ يعني يرى سي، لا هي مقق عينك، وجايب لك العين مفتوحه وفوق عين قد كده علشان تقري، معناها اقرا. حتى نفس العين معناها قريت، احنا المصريين بنقولها قريت، ما بنقولش قريت. قريت معناها مني العين، ده هيروغليفي، انا بكلمك هيروغليفي. انا قريت امبارح والله قصه مش عارف ايه، هو ده كلامنا. في بعدها صوره تانية ايه اللغه الغنيه دي؟ الجميل بقى العلامه دي كلنا نفر تاري نفر تي، هي اسمها نفر. تسمعيها من الراجل بتاع الشارع صح، يقول لك النفر مننا النهارده طلعت عينه، يعني تعبنا. نفر لها معاني كتيره جدا، معناها النفر من الشيء يعني التميز، وحاطين وش جميل وفوقيه علامه ان هو زي ما يقول على راسه ريشه، يعني حاجه مميزه. يبقى النفر هنا معناها الشيء الجميل مميز. سنفره بننطقه غلط، هو صنفره. انت مش بتجيبي لابتوب صنفر الحيطه كويس، يعني جملها وهذبها. يبقى الملك سنفرو ما اسموش سنفرو، اسمه صنفرو. صنفرو نفر ايتت اللي هي نفرتيتي، نفر تا تي. الوزير نفسه كان اسمه، يعني شوفي مثلا هنا دي العلامه، هرجع لك للوزير بس بعد ما اشوف دي. ده الرجل معناها البي، حرف البي الهيروغليفي. دايما كان المصري القديم يحب قوي يمن الرجل. احنا حتى في عاداتنا في تديننا دايما الرجل اليمنى، وحتى في الكتابه يحب قوي ان هو تبقى الرجل البوز بتاعها ناحيه اليمين. سواء بدا الكتابه، لان عندنا الكتابه طبعا الهيروغليفيه كانت دايما اغلبها من اليمين للشمال. يعني احنا بنحب اليمين، نادرا ما كانت بتلاقيها من الشمال لليمين او افقي بشكل عواميد يعني. راسي قصدي، فبشكل عمود. فهنا بنلاقي ان الرجل دي معناها حرف الب. ففي كلمه تانية بعدها بردك بعد اذنكم على الشاشه، اسمها باشا. باشا، لقب الباشا. لا بيقولوا حذاء الوالي في الثقافه التركيه بالظبط. ده مرتبه عاليه جدا. هنا كلمه حلوه قوي اسمها حطب، دايما بنسمعها، دي اسمها هطب عليكي. مش انا بقول لك انا هطب عليك النهارده، مش معقول. بالظبط، انت بتنطقيها مين حطب ده؟ ومعناها في جاردنر قالها الراجل صح، قال coming in peace، القادم في سلام. طيب ما انا لما جايه لك انا يعني هاجي اقتلك؟ انا بقول لك هطب عليك النهارده، ممكن اجيب لك هديه، ممكن اجيب لك خبر سعيد، ممكن اجيب لك حاجات كويسه. يبقى دي العلامه ننطقها صح، هطب مش حطب زي ما بيقولوها. يعني السلام والامان واللقاء اللي هو الحميم ما بين الاصدقاء. لحد ما تيجي صوره نسمع حكايه الوزير. الوزير ده من يقول لك الوزير سات او سات، هو الوزير طاطي. اسمه طاطي، مش في اغنيه جميله عشان ما نعلم طاطي يعني عارف ان طاطي يعني هو الناصح الامين. لان الوزير هو اهم حاجه؟ ان هو بيقعد جنب ودن. مش معناها كده خالص. بالظبط، الطاطي مش معناها كده اقصد، لكن هي معناها باللغه الهيروغليفيه هو الناصح الامين. الطاطي ده اللي هو كان دايما بيبقى قاعد جنب الفرعون، بيحاول ينصحه ازاي يتعامل مع الرعيه والشعب باسلوب لطيف، وكان بيعرف يتسلل له بشكل معين. ادي الحاجات اللي احنا بننطقها، والاجانب هم ما غلطوش، هو اجتهد فيما اجتهد. انت كملي الاجتهاد، كملي انك انت خلاص انا اديتك المفتاح ودخلت خلاص الحجر في الباسورد بتاعك واتفتحت الكمبيوتر، ابداي انت عدلي بقى، عدلي المعلومات. لكن لو انت هتفضلي على نفس الجمود لا، صعب. يعني مثلا في كلمات او جمل انا بدات اجمعها لاني مسكت كتاب الموتى اللي بيقولوه غلط، كتاب الموتى اسمه البر امهرو. ادي كتاب الموتى. البر امهرو يعني معناها الخروج الى النهار، يعني الخروج الى السعاده. في نص جميل جدا اعتقد ان هو ده النص 52 لو ما كنتش اخطات، بيقول بصي لو هنطقها لك اكاديميا عشان برضك الساده مش هيعرفوها، بكت ميرور زت شبت. خلاص ده النص الاكاديمي. مكتوب كده. انا بقى لو قريته انا كمصريه
بكيت مرار. يا ربي. خلاص اوكي. ها. آز اللي هو زي احنا قلناها، بقينا بعد كده بنقول آزح، بكيت مرار آزح. وشطبت معناها فراق المحبوب عليا صعب جدا، مراري في فراق المحبوب صعب. شفتي انا قريتها لك اكاديميا ازاي؟ فهمتي حاجه؟ لا. لما قريتها لك بقى وشكلتها لك فهمتي ايه؟ اتفسرت بالظبط. ده المطلوب ان احنا انا نبدا. مذهوله من انه ايه ده. بكيت مرار. وبعد كده ادي اهو آز اللي هو آزح، ترجمه لآزح. يبقى الجمل دي حينما تقرأ صح بالتشكيل المصري العامي هتبقى كويسه جدا. زي في كلمات طبعا انا جبتها لك كمان موجوده معايا، يعني كيك، انت بتقولي كاب كيك صح؟ احنا دلوقتي بنقول كاب كيك، هي باكيك بالهيروغليفي، باكيك. جميل. عارفه فيرب تو بي اللي الحضاره الانجليزيه هتتجنن عليه؟ هو بي باللغه الهيروغليفيه يعني يفعل. يفعل ده موجود في قاموس يا جماعه فوكنر، تقريبا اللي هي الصفحه اللي هي بتاعه حرف الب الخفيفه، طبعا المختصين يفهموا الحاجات دي. قاموس فوكنر كان بيتكلم الحاجات دي كلها. طيب لما تقولي بد بالنص الصراحه هو سرير بالانجليزي، انا ما جبتش حاجه. بنش ده احنا بنقعد عليه، هو عروق الخشب عشان الناس تستند عليها تريح. بنش ده انا بكلمك كمان في الانجليش، يعني شوفي اللغه بتاعتك مش عاميه بس، ده عالميه كمان. ميري، اموري، ماري، كل الحاجات دي. مرواج اللي هو البحر العظيم، الماري بالايطالي، او مير بالفرنسي. طيب يعني انت مقصره على كل كده؟ طبعا، لان انا اللغه الام. يبقى انا عندي لساني كده واروح اعوجه والويه بلغات اجنبيه؟ ده انا عندي لغه فصيحه من الهيروغليفيه، مش عربي فصيح، ده انا عندي ورايا تاريخ عظيم. كان في لقاء معايا من سنه 94 مع احد السياح اليهود، فبيقول لي احنا محتفظين بالحضاره بتاعتنا بلغتنا العبري، فبيقول لي كام كلام عبري، فبقول له لا انت ما بتتكلمش عبري، انت بتتكلم هيروغليفي، لان انا عارفه كويس قوي. قال لي طب كويس، على فكره احنا اغلب المصطلحات بتاعتنا في العبري او لغه العبيرو هي من اللغه الهيروغليفيه القديمه. انتوا مش عارفين تحافظوا على لغتكم دي، احنا بقى بنحافظ على الفرع اللي احنا اخدناه منكم. استفزني حاجه زي كده. احنا وقتنا خلص للاسف، بس انا لازم اقول نميمه بقى للمشاهدين، هم عارفين انا بحب النميمه. انا قعدت اتغزل في استاذه ايناس في القلاده الحقيقه اللي هي لابساها، قلت لها شيك خالص، فقالت لي احنا بنلبسها للبيبي، اللي هي البافيتا اللي بنلبسها للبيبي لما يجي ياكل. بس الحقيقه انه دي في حضارتنا وثقافتنا العظيمه الفرعونيه تشير الى جانب الحظ او جانب السعاده. اسمها سخ، جاي منها كلمه سخي. الله يسعدك. شرفتينا يا استاذه ايناس، وضروري ضروري ضروري يكون لنا لقاءات تاني وسلسله لقاءات عن لغتنا الجميله. شرفتينا فندم. ميرسي جدا ليكي. الباحثه الاثريه استاذه ايناس الشافعي كانت ضيفتنا في قراءه معانا لمفردات حياتنا اليوميه، ولانه حياتنا اليوميه جزء مهم منها جدا هو الطرق والكباري. دكتور جلال السعيد وزير النقل تفقد مجموعه من الطرق على طريق، او مجموعه من الكباري عفوا، على طريق القاهره السويس، اعمال صيانه على قدم وساق في هذه المنطقة تفقدها وافتتح مجموعة من المشروعات هناك. نتابع تفاصيل أكثر في التقرير القادم، ومن بعده انتظروا زميلتنا العزيزة هبة ماهر وضيفها العزيز كابتن أحمد سالم لاعب النادي الإسماعيلي السابق.